بكم من جديد. حلقتنا النهاردة حلقة عن التصوير الفوتوغرافي، ونجوم الحدوتة طبعا هم نجوم في هذا المجال. كان في معرض في متحف محمود سعيد خاص بالتصوير الفوتوغرافي اللي بيصور كل معالم اسكندرية الحبيبة بجمالها بكل حاجة فيها. المعرض ده بالتعاون طبعا مع القناة او تلفزيون اسكندرية. نجوم الحدوتة معايا علشان هما بقى اللي هيكلمونا عن كل التفاصيل. الأستاذة مروة الكتاتني مهندس تصميمات، أهلا بيكي. أهلا بك. الأستاذ عماد رسلان، أهلا بيك أستاذ عماد. أستاذ محمد نبيل، أهلا بيك. والأستاذة وفاء موسى، أهلا بيكي. وكمان أستاذ فتحي بركات رئيس نادي الكاميرا بأتوليه اسكندرية، أهلا بيك، منورنا. الموضوع بقى عاوز اروح على طول وتقولوا لي ايه موضوع المعرض وكان بيتكلم عن ايه؟ المعرض طبعا شرفنا التلفزيون اسكندريه، اتفق معانا ان احنا نبقى ضمن الاحتفاليات القناه، فاحنا المجموعه كلها بدات تحدد الاعمال بتاعتها سواء اسكندريه او البحيره او مطروح، وجمعنا بعض الاعمال وعرضناها في متحف محمود سعيد، والحقيقه كان لها اقبال جميل النهارده في الافتتاح، وكانت الناس مبسوطه كلها. ده طبعا بالتعاون مع نادي الكاميرا. ايه موضوع نادي الكاميرا؟ نادي الكاميرا ده نقول له كل سنه طيب. الشهر اللي فات عمره 73 سنه. 73 سنه، فان شاء الله بعد سنتين يبقى الجميل الماسي ان شاء الله. ان شاء الله. نادي الكاميرا بيقدم تدريب وتعليم للتصوير لكل الاعمار، الصغير الكبير. بيعمل ندوات من سن كام يعني تقريبا كده؟ من 8 سنين او عايز. من 8 سنين، تمام. احنا عندنا ناس كتير صغيرين، وبعد 3-4 شهور بتلاقي مصور بيتفرجوا عليه، الناس بينبهروا بالاعمال بتاعته. شيء جميل. في عندنا معمل تحميض ابيض واسود بعالم التحميض. بنعمل ندوات، بنعمل معارض سواء في اسكندريه او في القاهره او في معظم المحافظات. يعني عملنا فوق ال 100 معرض، وبنعمل صالون سنوي كل سنه. 23 سنه عملنا معرض من ساعه ما بدانا ننشط النادي. بنعمل كمان حاجه كويسه، بنجمع جميع جمعيات التصوير في مصر والمحافظات ونوادي التصوير، بنعمل لهم لقاء كل سنه. لسه كان منتهي الشهر اللي فات اللقاء السابع، ونجيب ناس من دول عربيه. السنه دي كان حوالي 10 دول عربيه واجنبيه كانوا مشاركين معانا، وبندي فيها جوائز. وكان الجائزه الاولى لفنانه من سلوفينيا، ونجيب لجنه تحكيم متخصصه بيحكموا في المعرض. تمام. طب نجومنا اللي موجودين معانا في التصوير الفوتوغرافي، عاوز اعرف منكم يعني ليه تم اختيار التصوير الفوتوغرافي تحديدا؟ يعني ليه اخترتوا ده؟ هو كل واحد فينا ليه قصه مع التصوير يعني. مثلا انا بدات اصور من وانا في المدرسه، لما كنت بطلع رحلات مدرسيه كنت بقعد اصور وانا مش واخده بالي ان انا عندي التالنت ده. كنت بصور صور كتير واجي اعرضها اقول دي احلى من دي وانا مش فاهمه. ده مع نفسك؟ مع نفسي. تمام. لحد لما دخلت كليه الفنون الجميله بقت التصوير ماده عندي بدرسها. مع الدراسه اثقلت الموهبه، وبرده ستيل محدش لسه اكتشفني. كنت في مكتبه اسكندريه، وكان في استاذ صبري ابو عجيله برضو معانا في نادي الكاميرا. شاف الصور بتاعتي، اعجب بيها، قال لي انضمي معانا للنادي وفي معارض. ومن هنا بقى تم الاكتشاف، وبقيت في اسره نادي الكاميرا وبنزل معارض. تمام. وفاء، الحدوته بدات معاكي ازاي؟ انا الحدوته بدات معايا مثلا من اعدادي. كنت بحب التصوير وكده، وكانت الكاميرات ايامها يعتبر بدائيه، ما فيش اللي هو الديجيتال وكده. بعد كده لما وصلت ان انا خلصت كليه وكل حاجه، رحت عملت دبلومه جرافيك. قابلت صديقه ليا في الدبلومه، كانت زميله ليا، قالت لي معلومه عن نادي الكاميرا وعن اتيليه اسكندريه وكده، وقالت لي ممكن تروحي تنمي موهبتك هناك وتتعلمي. دخلت معاهم ورش في نادي الكاميرا، اتعلمت التصوير صح. انا بطبيعتي بحب المناظر الجميله، واسكندريه طبعا عمرانه بالمناظر الجميله، فقدرت ان انا بقى قدامي كنز رائع من التصوير قدامي، فبقيت بحب اللاندسكيب جدا وبخرج لتصوير اللاندسكيب. انتوا محتفظين بالحاجات اللي انتوا كنتوا بتصوروها وانتوا صغيرين دي؟ طبعا معايا لحد النهارده. تمام. استاذ محمد،
قول لنا تجربتك برضو. والله التجربه من العيله ذات نفسهم، ان الوالد والوالده بيحبوا التصوير جدا. الوالد في استوديو ليه تصوير، الوالده حببتنا في التصوير، كانت بتصورنا كتير جدا، خدت الهوايه منهم، صورت بكل الكاميرات القليله جدا الصغيره القديمه لحد ما دخلنا في مرحله البروفيشنال. كان لازم اختار مكان اتعلم منه التصوير صح. انا عارف ان الاتيليه من زمان ان كنت في حاجات صور صغيره ايام بقى الاعدادي والثانوي كنا بنوديها. دخلت النادي عشان اخد فعلا التصميم بقى ان اخش البروفيشنال، ان انا اتعلم. خدنا الورش، اشتغلنا على معارض، اشتغلنا على شغل اعلى، والحمد لله الفايده كلها خدناها من الاتيليه. تمام. من حدوتة شبابية عن التصوير الفوتوغرافي. ونجوم الحدوتة معايا النهاردة الأستاذة مروة الكتاتني، الأستاذ عماد رسلان، الأستاذ محمد نبيل، الأستاذة وفاء موسى، أستاذ فتحي بركات، منورنا مرة تانية. ويمكن احنا كنا طلعنا على طول دلوقتي بنموذج من النماذج اللي موجودة معانا على الشاشة على طول للتصوير الفوتوغرافي. أستاذ عماد قول لي وانت بتكلمني عن الصورة دي، كلمني كمان عن تجربتك أولا. هي يعني كتجربة أنا يعني حابب التصوير بطريقة مختلفة شوية، إن أنا شايف كل حاجة في بلدنا جميلة. فحاولت إن أنا أظهر الطبيعة بتاعتنا اللي بيشوفها قدامي مش متخيل إن هي دي تكون موجودة في مصر، خصوصا إن إحنا بقينا مفتقدين الحاجة اللي فيها نقطة جمال شوية في بلدنا. يعني عندنا تلوث، عندنا عشوائيات، عندنا، فبنحاول نظهر يعني حبنا للتصوير في الحاجة الجميلة، نقدر نجيب كل حاجة في مصر بصورة حلوة. تمام. بس طب نشوف أول حاجة كده معانا. دي صورة لطائر في المنتزه طبعا، فحاولت ان انا اعمل كلوز على بطل الصورة هو الجذع الشجرة المقطوعة دوت، واظهر الالوان واللون الاخضر فيه، واحاول ان انا اميز الالوان شوية. بس يعني في واحدة تانية دي هنا برضو، كل الصور دي جوه اسكندرية. حاولت ان انا هنا دي الطيور طبعا، عمل برضو كلوز على الصورة فظهر الطيور بالالوان الخشب، البيت الصغير الخشب، بس حاولت ان انا اركز على الطيور ذات نفسها. الطيور نفسها، انت مغرم بقى بالطيور. الطبيعة جميلة عندنا في بلدنا، بس احنا مفتقدين الحاجات ديت، فبنحاول ان احنا نظهرها بتبقى افضل يعني. تمام. ده هنا عندنا الغروب في اسكندرية. ده برضه كنا قارب صيد صغير في اسكندريه برضه، يعني مفيش حاجه بره نطاق اسكندريه. ده هنا الغروب عندنا، دي منطقه المينا الشرقيه كلها. دي زهره برضه نحله هنا عندنا في اسكندريه، مش حاجه بره البلد. بس كده. ده جميل. طيب نشوف شغل مين تاني. عندنا شغل في الأستاذ فتحي. أستاذ فتحي رئيس الأتيليه طبعا. تمام. أستاذ فتحي طبعا تجربته تجربة عريضة. كلمني عن البداية يا أستاذ فتحي. هي طويلة أوي يعني. طويلة. لا كانت إزاي برضو؟ هل زي ما هم قالوا كده إن هي فعلا كانت بتبدأ من الصغر؟ صح، أنا بدأت من 6 سنين. كان زمان في كاميرا اسمها شايكا روسي. كنا جايبينها ب6 جنيه. بتخلي الصورة الفيلم نصين. 36 ب 72 صورة. فبدأت أصور بيها يعني. فبعد كده جبت بقى كاميرات أكتر وكده، وبس زودت بقى زيادة عشان معارض وندوات ومعارض أشترك فيها من بعد ما خلصت الكلية. يعني طبعا الواحد وقت الدراسة مهتم بالدراسة، بعد كده يعني حوالي
اكتر من 30 سنه في التصوير. فاشتركت في معارض ومسابقات الحمد لله، اخدت اكتر من جايزه محليه وخارجيه ودوليه. و بس ايوه بس بنحاول ان وعندي عضو في اكتر من جمعيه تصوير في مصر مع حضرتك. بس ممكن نعرض بعض الاعمال برضه. نشوف اول نموذج معانا للاستاذ فتحي. دي صوره يعني تبقى غريبه شويه للناس. انا خدت لقطه من في حاجه اسمها جمار النخل. تحت النخل كده بيتقطع وبيتاكل، مفيد يعني مغذي. فكان لسه مقطوع من نخله وصورتها. تمام. دي برضو اخذت جايزه. في صوره تانية اللي بعد كده كان برضو في مسابقه عن السياحه. حاولت بدل ما احط صوره واحده قلت اجمع السياحه في اسكندريه وفي مصر. خدت صوره معسكر روماني، مسله في الاقصر، معابد فيلة، بحيره قارون. القبه دي اللي كان بيركب منها الملك فاروق المركب اليخت بتاعه. كان في يعني ليها قصه الصوره دي، ان في مركب جايه من على اليمين ومركب جايه من على الشمال. تمام. فقلت استنى لغايه هل المركبتين هيجوا في وقت واحد في نفس السنتر بتاع القبه. قعدت بتاع ربع ساعه قبل ما اوصل الاثنين. معنى كده ان هم ماشيين بسرعه واحده وطالعين من نقطه واحده وتلاقوا في نقطه واحده. فكان من السهل انها تيجي اللقطه دي. تمام. في صور بقى بقيه الحاجات التانية عن اسكندريه. في بقى دي كانت مسابقه عن الامومه، اخذت جايزه برضو. القطه وحضنا اولادها الصغيرين في صندوق كرتون بسيط يعني. في برضو دي كانت الاثار، برضو اخذت جايزه في الاثار. دي شبابيك في رشيد. المناطق الاثريه هناك غزيره في رشيد الحقيقه. دي بقى صوره على ضوء القمر. فطبعا عشان اصور على ضوء القمر لازم ترايبود حامل للكاميرا. وتسيب زمن فتحه العدسه. دي ايام ما كان في افلام مش ديجيتال. طبعا زمان غير دلوقتي طبعا. فلازم اسيب مسافه زمن والعدسه مفتوحه عشان اقدر اجيب اللقطه دي. انا خدت من دول 3 لقطات. دول احسن لقطه فيهم. احسن لقطه فيهم. طبعا الديجيتال دلوقتي بتشوف الصوره مش عاجباك تصورها تاني في ساعتها. احنا بنستنى لما نحمض الفيلم وبعدين نطلع الصوره نرجع تاني. طبعا دي حته المزايا والعيوب بتاعت الديجيتال. لكن في الكاميرات العاديه زمان كنا بنحس بالصوره. نبذل مجهود عشان تطلع نتيجه الصوره. مش زي دلوقتي اسهل شويه، لكن احنا حابين القديم يعني. بس الصور كلها الحقيقه يعني. دي لقطه برضو خدت جايزه في العراق. هو بينط من على الصخره ووشه للصخره، فصعب جدا الناس ازاي هو طالع ولا نازل. كان كل الناس بتعلق عليها. طب نشوف كده على طول. الصوره ديت هو بعد ما نط راح لافف نفسه عشان خايف يتخبط في الصخره. ايوه. انا كلمته بعديها قال لي كنت مطروح. قال لي انا كنت خايف اتخبط. فراح لافف عشان يبقى شايف نفسه بعيد عنها ولا لا. وبعد كده نزل. انا ما اقدرش يطلع تاني اهو. دي خدت جايزه. يعني كل الصور اللي انا عرضتها دي واخده جوائز. تمام. قبل ما اروح لصور الاستاذه وفاء وكمان صور الاستاذ محمد، مش كده لسه دول اللي فاضلين معانا، بس عاوز اتكلم على نقطه مهمه جدا. هو التصوير فن يعني موهبه ولا اكتساب؟ يعني اول حاجه موهبه احساسك، لان انت بتطوع الكاميرا من خلال عينك. ايوه. ما اي واحد ممكن يمسك الكاميرا ويصور الصوره. تمام. لكن في تكوين، في اضاءه، في زاويه، في احساس بالصوره. انا عايز الصوره اللي تطلع دي الانسان الشخص اللي يجي يبص عليها لو هو عدى وسابها ومشي يبقى ما نجحتش الصوره. ما نجحتش الصوره. لكن لو وقف عليها لحظه او نص دقيقه او دقيقه او ايا كان الوقت الزمني يبقى لفتت انتباهه واثرت فيه ويبص ايه دي. فدي يعني يبقى نجاح الصوره. يعني اي حد بيتقدم ليكم في الاتيليه مثلا علشان عاوز ياخد دوره التصوير الفوتوغرافي، بتعملوا له اختبارات ولا؟ شوف الاعمال اللي هو صورها وشوف امكانياته وشوف فكرته ويفكر ازاي وابدا اوجهه بقى. تمام. انت كويس بس في نقط ضعف 1 2 3
هنبدا في الدوره التدريبيه عشان ياخد الاصول الاول، يعرف الكاميرا بتشتغل ازاي، ايوه ايه اللي ورا الكاميرا، الفيلم بيشتغل ازاي، مش بس صوره ديجيتال سهله لكن ايه اللي بيحصل جوه عشان يعرف النتيجه اللي طالعه دي ازاي، عشان يقدر يتفاعل ويطلع نتيجه صح ويقول بقى ان اعمل ايه عشان اطلع ايه. تمام. دي ميزه عندنا في النادي ان هو بيعلم الحاجه دي. حصل ان جالك حد مثلا قلت له لا يا ابني انت ما تنفعش، او لا يا بنتي انت ما تنفعش؟ انا شخصيا ما اقدرش اقول لحد ما تنفعش، ايوه طالما هو عنده الاستعداد لازم اشجعه وانميه. والناس ما شاء الله في ناس كانت عايزه تشترك في المعرض النهارده، وقلت لهم معلش خلاص احنا مره جايه، لان في ناس كتير عايزه تمام وعندها استعداد وعندها اقبال حلو قوي. تمام. نروح لنموذج تاني من الاعمال الجميله الموجوده معانا، نشوف اعمال وفاء. دي صوره انا صورتها عند استاد اسكندريه. الصوره دي كل اللي بيشوفها بيقول ان هي بره مصر. لان الصدفه خدمتني فيها ان اشاره المرور وقفت، ان الدنيا كانت بتشتي جامد جدا جدا، والراجل ده ظهر لابس البلطو الاسود والشمسيه السوداء، فطبعا خدمتني جدا الظروف ان انا اطلع صوره زي دي. دي الصوره هنا في اسكندريه. رائع. ندخل على صوره تانية. الصوره دي برضو في اسكندريه في شارع صفيه زغلول. الحنطور كان ماشي والشارع كان هادي جدا لان الشتاء كان جامد برضو، فقدرت ان انا اخدها واخد انعكاس السماء، الضوء اللي جاي على الارض بالمنظر ده برضو. دي الصوره دي حديثه ولا قديمه؟ الشتاء اللي فات طبعا. الشتاء اللي فات. الصوره دي لسه واخداها تقريبا من شهر في ورك شوب برضو كان تبع نادي الكاميرا. للمنظر الغروب من كوبري المنتزه، اللي هو الكوبري اللي بعد اللي جنب الفنار. ايوه. حاولت ان انا اجيبها لحد ما جبت بالمنظر ده. المنتزه طبعا عمرانه بصور كتير جدا. طبعا. دي بقى بره اسكندريه، دي مرسى مطروح. مرسى مطروح تتميز طبعا بالشواطئ الجميله جدا. ده اشهر مسجد فيها، مسجد العوام. مسجد سيدي العوام هو اشهر مسجد في مطروح. قدرت ان انا اجيبه. ده الصوره دي واخداها وقت الظهريه. بس طبعا الشمس في مطروح غير عندنا في اسكندريه، فالشمس اساسا بعيده جدا عن المسجد فجت السما باللون ده. تمام. دي في مطروح برضو. دي شاطئ عجيبه. اول ما تبتدي تدخل على الشاطئ نفسه منظر من فوق، في حوض جميل جدا، شويه شباب واقفين بيلعبوا على الصخور، فطبعا مع الالوان طلعت بالمنظر ده. دي برضو في عجيبه بس في اخر الشاطئ جوه بعد الصخور وبعد كل حاجه. قدرت اجيب منها منظر الصخر اللي البحر اساسا في الشتاء ضارب فيه، مخليه عامل يعني زي حافر فيه جامد، عامل منظر رائع مع لون البحر ولون السماء، فيظهر لنا جمال المدينه هنا. ده في الشتاء لا دي في الصيف اللي فات على طول. دي في الصيف. تمام. حلو قوي. التصوير ده ديجيتال ولا ديجيتال؟ ديجيتال. ده ديجيتال، ده كله حديث. حلو قوي. هنرجع عشان نعرف الفرق ما بين ده وما بين ده. رجعنا لكم مرة تانية، لسه مستمرين معاكم وحدوتتنا النهاردة عن معرض التصوير الفوتوغرافي اللي تم إقامته في متحف محمود سعيد تحت عنوان اسكندرية في عيوننا، بالتعاون مع نادي الكاميرا بأتوليه الإسكندرية ونقابة الفنانين التشكيليين. وشايفين البوستر معانا بتاع المعرض، مكتوب كمان تشانل 5 23. انتوا لسه حاطين يعني ما حطيتوش اسكندريه ليه؟ عروس اسكندريه. عروس اسكندريه. لا جميل. احنا اللي انا قصدي ان المسمى اتغير، يعني ما هي مش القناه الخامسه بقت قناه اسكندريه. ايوه عشان ده الاساس. لا عارف بقى زي ما انا قلت. ايوه ان شاء الله. تمام. طب اسمحوا لنا بس
طيب هسيبها كده بس ورايا شويه. كلموني بقى برضو عن الفكره، مين اللي عمل البوستر ده؟ والله لابد ان احنا نشكر استاذ فناننا الكبير استاذ عماد عمر مشكورا، يعني هو كوميسير المعرض وهو عمل البوستر ده جميل. يعني استاذ عماد طبعا زميلنا في تلفزيون الاسكندريه، واحد من الفنانين الجمال جدا، ويمكن كنا قبل ما نطلع بالفاصل ده انا كنت طرحت سؤال وبقول يا ترى ايه الفرق ما بين كنت بقول لوفاء ايه الفرق ما بين التصوير بالديجيتال والتصوير العادي، فهو كان رد علينا ساعتها. يا ريت تعلي صوتك كده استاذ عماد وتقول لي الفرق اللي انت قلته لي ما بين التصوير الديجيتال والتصوير العادي. الفرق بينهم زي اكنك رايح تطلب وجبه من ماكدونالدز، انت عارف مسبقا ان هي جايه لك ازاي، تمام، وفرق ان انت رايح عند مطعم وبتطلب اوردر سبيشال اوردر قاعد متشوق منتظره هيكون ازاي بقى، في فن وفي ابداع وغيره. متفقين مع التصوير ده؟ تشبيه ده بصراحه تمام. طيب هروح معاكم دلوقتي على طول لمحمد علشان يشوف مروه. طيب يلا يا مروه، ورينا الصور بتاعتك بقى. الجامعه اول واحده، حد ينزل بالصوره عمال كده. دي صورة لجامع المرسي والعباس، طبعا ده مشهور جدا في اسكندرية، بتعملوا مولد كل سنة. بس سبب اختياري للكادر ده أول شوت ده علشان جامع بين حاجتين، ايوه، بين المبنى وبين الأرضية اللي عليها زخارف إسلامية، عامل مع اتنين كونتراست حلو قوي. ده اللي خلاني اختار الصورة دي. الصورة اللي بعدها بقى اللي بعده ده قصر المنتزه. طبعا زي ما احنا اتكلمنا وفاء وغيرنا من الفنانين قالوا ان المنتزه مليانه بصور كتيره، بس انا ما نسيتش من دماغي القصر برضو، غير جمال الطبيعه هناك. القصر كمان جماله المعماري لفت نظري قوي، فحبيت ابرزه في الصوره. اللي بعده الصوره دي بقى ليها قصه كبيره. ايه القصه؟ الصوره دي انا كنت حافظه حياتي فيها. ليه كده؟ الصوره دي متصوره من فوق سور القلعه. من قدامي في البحر زي ما انت شايف كده. ايوه. من ظهري بقى في سور القلعه. فلو انا لو سنتي اتحركت سنتي زياده لورا او قدام هموت. يعني فعلا التصوير فيه مخاطره. طبعا طبعا. تمام. هو وفي كمان حاجه في موضوع ما هقول لنا المخاطر مش مخاطرات، هي بتبقى حاجات كده فاني بتحصل لك فجاه. تبقى واقف مثلا مركز وبتصور مثلا في البحر ومركز جدا، وبتيجي وانت فجاه ماسك الكاميرا وما بتشوفش، انت في التصوير بتشوف بعين واحده. أيوة. والثانيه بتبقى مقفوله، فعينك هي فوكس بس على المكان اللي انت بتصور فيه، وفجاه بتلاقي موجه كبيره جدا خدتك من فوق لتحت. تبقى ماشي مثلا ومركز في حاجه وبتاخد خطوه لقدام وتلاقي نفسك في حفره في اي موقف. فدي من النوادر الجميله جدا في التصوير اللي بتحصل، بتبقى جميله جدا كمان، مش حاجه وحشه. تمام. انا كنت بصور برضو مشروع طالبه في سياحه فنادق عن الايطالي. كنا بنصور الاعمال الايطاليه وكل الحاجات في ايطاليا. كان في شارع شامبليون في لازاريتا، فعايزين نصور الشارع من اوله لاخره. طلعت في العماره الناصيه، ولازم عشان اطلع من فوق لقيت في سور تاني من فوق عشان تقف عليه عشان تقدر تصور. والسور ده خرج منك للارض. وقفت فوق، طبعا كل الناس قالت ده هينتحر ولا ايه. بس جبت الصوره يعني. الفنون بنون. تمام. في حاجه تانية هتوريها لنا؟ في صوره ثانيه. ده كوبري ستانلي بقى، احدث معلم من معالم اسكندريه الجديده الحديثه يعني. طبعا بيلفت انتباه اي زي طبعا. الصوره دي بقى يا ريت كلنا نركز معاها، بتاعت الفنار بتاع المنتزه دي. علشان انا واخداها من شوت معين، ممكن اي فنان تاني ياخدها بشوت تاني تظهر بمنظر تاني خالص. هي انا هنا عاملاها بمنظر من بره البحر. طب نشوف كده. ده فنار المنتزه. ايوه. اوكي، موضح البحر بالمباني اللي حواليه بالشجر اللي ورا. تمام. دي كانت مجموعة الصور لمروة الكتاتني. وطبعا اوكي، بس احنا لسه عندنا بس نموذج تاني المفروض ان احنا نشوفه.
ولا ايه؟ لسه شغل. عندنا نموذج دقيقة طيب اوكي. لسه مستمرين معاكم في حلقتنا النهارده عن معرض التصوير الفوتوغرافي اللي تم اقامته في معرض محمود سعيد بالتعاون مع نقابة التشكيليين. هنطلع بفاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم مرة تانية. لسه معاكم في حلقتنا النهاردة عن معرض التصوير الفوتوغرافي، وانضم لنا على طول دلوقتي. أنا أصريت إن هو لازم يدخل معانا في لوكيشن مهندس الديكور الفنان الجميل والمبدع اللي عمل البوستر اللي احنا شفناه من شوية، بوستر المعرض، الفنان عماد فاروق. أهلا بيك. أهلا بيك. منورنا. الله يخليك. شكرا. للأسف أنت أنا يعني دخلتك متأخر في آخر كام دقيقة كده، بس عاوز أعرف منك اولا فكره البوستر دي جات لك ازاي، استوحيتها ازاي، وايه الموضوع؟ فكره المعرض نفسها. فكره المعرض نفسها وبعديها فكره البوستر. المعرض كانت مبادره من الاستاذه هيلا فاروق كرئيسه القناه، ان هي عايزه تضم حدث كل اسكندريه تحس بيه وفي قطاع الفنون. تمام. فكانت المبادره اللي هو تعالوا يا جماعه نوجه الدعوه لنقابه التشكيليين ولاتيليه اسكندريه نادي الكاميرا. انا بصراحه ببلغ الاستاذ فتحي احنا عايزين نعمل معرض، قال انا جاهز. فلقيت ايه الموضوع سهل قوي كده. من هنا حسيت قد ايه الناس دي بتحب اسكندريه، قد ايه عايزين بلدهم تطلع شكلها حلو وجميل. تمام. الصوره هي اللي بتعبر عنك بره. انا في اخر معرض كنت في المانيا بعرض شغل، الناس بتقول لك مصر شكلها ايه، مش جمل وهرم، لا مصر فيها حاجات تانية تشوفوها. وانس انك بتقدم صوره لبلدك بشكل كويس، ده بيخلي الناس توصلك بشكل مختلف. تمام. احنا بنعتمد في دخلنا القومي على 19% من الدخل القومي من السياحه. السائح بيعرف صوره، بيشوف صوره حلوه بيقول لك انا جاي البلد دي، نفسي اروح البلد دي. تمام. بيشوف صوره وحشه بيقول لك لا مش عايز اروح هناك. فلقيت ناس متطوعه بيقولوا احنا مستعدين نشارك، انتوا عايزين نعمل ايه؟ احنا جاهزين. المبادره الثانيه كانت من الاستاذ فتحي واعضاء نادي الاتيليه نادي الكاميرا. ايوه. بعد المعرض قال لك يا جماعه الاعمال بتاعتنا هديه للتلفزيون المصري. يا سلام. فده يخليك فعلا تنحني لهم وتقول لهم انا متشكر. طبعا. احنا كمان شرفنا بيكم والله. ما كلمتنيش عن البوستر. البوستر هو اسكندريه، اخدت معلم اسكندريه، واخدت رمز التمثال بتاع السلسله، وفي نفس الوقت كتبت 23 سنه اللي هو مرور الذكرى بتاعتنا، وكتبت عليها القناه الخامسه. تمام. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. طبعا انا بشكر نجوم الحدوته بتاعتنا النهارده. يمكن كان في كلام كتير قوي احنا ممكن نقوله، بس للاسف احنا وقتنا انتهى. بشكر الاستاذه مروه الكتاتني، والاستاذ عماد رسلان، الاستاذ محمد نبيل، الاستاذه وفاء موسى، والاستاذ فتحي بركات رئيس نادي الكاميرا باتوليه الاسكندريه. انتم كنتم نجوم الحدوته بتاعتنا النهارده. انا بشكركم جدا على وجودكم معايا. بشكر طبعا فناننا ومهندس الديكور الجميل الفنان عماد فاروق، شكرا ليك، وامتعتنا بالمعرض الجميل وكمان بالبوستر الجميل اللي انت صممته ليه. قبل ما اختم، طبعا رئيس تلفزيون الاسكندريه الاستاذه نائله فاروق بتتقدم بالشكر لكل الفنانين اللي اشتركوا في المعرض ونادي الكاميرا والاتوليه مركز محمود سعيد، وبتخص
بنوصل بيه الشكر دكتور صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وأيضا الفنانة والأستاذة نظيرة طماي رئيس مركز محمود سعيد، والأستاذة سامية شنودة المدير الإعلامي لمركز محمود سعيد على استضافتهم وإقامة المعرض وتعاونهم مع تلفزيون الإسكندرية. شكر جزيل ليهم. وإحنا كمان وإحنا بنحتفي ونحتفل بمرور 23 سنة على قناة اسكندرية القناة الخامسة، بنتوجه بكل الشكر والتحية لكل الناس ولكل جمهورنا الحبيب اللي بيساندنا، اللي بيشجعنا، اللي بيقف دايما معانا علشان كلنا بنكمل بعض. أشكركم جدا. خلصت حلقتنا النهارده.